عليكم ورحمة الله. اليوم التاسع زي ما عدتكم. كلام مهم جدا وكلام قوي يترتب عليه أسباب من نجاح الدورة وأسباب تكون قاتلة للدورة. والله تعبان وبصور معاكم عشان بس الناس اللي هي متابعة وبتكتب ورايا وبتدون. الناس دي مجتهدة. أنا كنت بعمل كده. أنا كنت بسمع أي حد بينزل فيديوهات، سواء الفنان سواء غيره، واي معلومه تيجي جديده كنت دايما بدون ورا الناس كده. فده اول او انسب او اسهل واقوى طريق لانك تتعلم الا وهو التدوين. الحلقه النهارده فيها ايه؟ والله يا حبيبي بصور وانا تعبان عشانك، والله عشانك، عشان انا يعني كنت بحب كده وبحب الناس اللي هي كانت زي الفنان كده، كان بيبقى تعبان ويطلع يصور بقى. فان شاء الله النهارده انا منزل في الميه بدايه كده للناس اللي هي متابعه البروتوكول العلاجي بتاعي. انت لو غرضك البروتوكول، انا منزل النهارده مضاد سموم 12 ساعه، تاني 12 ساعه بغسيل كلى بنشط كبد. لو داخل عشان البروتوكول خلاص على كده في الفيديو، وخلي الناس اللي بتدون او اللي عايز يتعلم اكتر، او لو استنيت برضو في معلومه حلوه قوي هتاخدها. والناس برضو اللي كانت سائله عن الاوزان، النهارده اليوم التاسع 8 اليوم الثامن 7 تاكيل، اليوم التاسع 8 تاكيل، واليوم الثامن اصلا لسه هيخلص الساعه 1 الظهر. يعني انا حاسب النهارده التاسع 8 تاكيد، مع اني لسه اليوم، بس ما علينا، النهارده التاسع 8 تاكيد. انا وزن معاكم لحظه عشان نجيب كتكوت. بسم الله ما شاء الله. لحظه نصفر السماعه. الكتكوت 210 جرام. ميتين وتلاتين جرام. ميتين وعشرين جرام. ميتين جرام. ميتين واربعين جرام. يبقى الحد الأدنى معانا 200 جرام، الحد الأقصى معانا 240 جرام، ربع كيلو يعني 250. فاللهم صل على سيدنا محمد. ال 200 جرام ده أنا جبت الحاجة الصغيرة وزنها عشان يكون في مصداقية في التصوير وفي الأوزان. هو بنسبة 2-3%، اللي هو 200 جرام هو كويس، ده كمان ده الممتاز يعني. لكن أنا عندي حاجات سابقة الجدول. 240 جرام ده مش الوزن المطلوب، ده اعلى من المطلوب. المتوسط المفروض النهارده 216 جرام. انا عندي 220، عندي 230، عندي 240، وعندي ربع كيلو 250، وعندي 200. متاخر اللي هي كانت حاله كده حالتين انا اخدتها عشان يكون في مصداقيه في انما الاوزان يعني كده هي مفيش اختلاف يعني فروق في الاوزان. ما شاء الله الله اكبر، اللهم بارك فيكم الله ما شاء الله. مفيش يعني تجانس هذه الاحلام. الأغلبية بتكون 240 230 250، دي بتبقى حاجة كبيرة فلتة كده يعني. إن شاء الله اللهم بارك. إيه التركاية يا أبو أنس اللي هي من أسباب نجاح وخراب البيت زي ما بيقولوا؟ خليكم معايا. دلوقتي احنا هنا عندنا كتكوتين، دول داخلين محكمة الإعدامات.
الكتكوتين دول. انا ما عنديش نافق النهارده، اليوم الله اكبر التاسع 8 تاكيل، ما عنديش نافق ولا واحد اتنين، انا هعدمهم بنفسي. ليه هعدمهم؟ هقول لك ليه يا حبيب قلبي. اول واحد وزنه معانا ده وزنه 120 جرام. طب ده ليه هتعدمه يا ابو انس؟ ليه هعدمه؟ عشان 120 جرام الوزن ده بيكون محتاج درجة حرارة أعلى من اللي الكتكوت أو الوزن ده محتاجها. يعني الكتكوت في الحجم ده محتاج درجة حرارة عالية، وأنا الكتكوت كل ما بيكبر معايا كل ما بنزل درجة الحرارة، ده المعروف يعني. فأنا دلوقتي نزلت درجة الحرارة ل30 النهاردة اليوم التاسع. هو ممكن يكون محتاج درجة حرارة 33 لأن لسه 120 جرام أو درجة حرارة 32. ولما يكبر اكتر هيفضل صغير اكتر، هيفضل محتاج درجة حرارة اعلى. مع الوقت هيجيله برد طشمة، طبعا مش هيتعالج منها لان انا مش هنزل طشمة علاج مثلا، مش هنزل مضاد حيوي ليه هو لوحده، انا لو هنزل بنزل لكله، فهو مش هيتعالج، فالموضوع هيكبر عنده ويحصل بقى اللي سقوط مناعي. ممكن يخش له فيروس بسبب الكتكوت ده اللي هو 120 جرام، اللي اصلا مش هيديني وزن في الاخر، بسبب ان انا صعب على ان انا اعدمه، هيعدي لي كل دول. فده حلال فيه الذبح. انا عندي قط شبه القط بتاع شرشبيل اللي هو بتاع السنافة ده، بسميها الهول. ده كده فطار وغدا وكمان خلف معاه عيالي يعني ما شاء الله. طب التاني يبقى انس وزنه كام اللي انا هعدمه التاني ده؟ 130 جرام، وزنه 130 جرام. طب ليه هعدمه؟ زي ما قلنا عشان هو قلش صغير، تاني حاجة هو كاشش، شوف رجليه عاملة ازاي، لقيته بينام وهو واقف كده وكاشش ورجليه ناشفة كده، تحس ان هو داخل على اعراض الجمبورو. لا انا اخلص منه وهفوره بسرعة. كمان حرارة جسمه مرتفعة، انا بمسكهم في ايدي كده جسمهم سخن، حرارة جسمهم عالية، فدول هيدخلوا محكمة الاعدامات. نحكم عليهم بقى. ده كان عنده التهاب سوري اللي هو الصغير ده، وسيبته قلت يمكن يتعالج ما جاء، فانا المفروض كنت اذبحه من الاول يعني بس قلنا نسيبه يمكن يتعالج، ادينا له فرصه وبرضه مفيش فايده. ده هيخش محكمه الاعدامات، يروح لها الهول على طول. حكمت المحكمه حضوريه على الكتكوت القبض 120 جرام و130 جرام بتهمه ضعف المناعه ونقل الامراض لباقي الكتاكيت. ده خلاص كده اتحكم عليه بالاعدام. وهي دي حاله النهارده. ده بيحتاج درجة حرارة عالية، وانت كل يومين بتنزل في درجة الحرارة، فده لو جاله برد مش هيتعالج لان انت مش بتنزل مضاد حيوي كل يوم. حتى لو نزلته وتعالج مع هو وزنه القليل ده وانت كل يوم في النازل في درجة الحرارة، هيتعب تاني وهيعمل اللهم صل على سيدنا محمد، هيعمل مناعة ضد المضاد الحيوي. حتى لو جيت نزلت مضاد حيوي تاني، لو كتاكيت اتعدت منه وكتاكيت تخف، هو لسه ويكون عنده مقاومه ويعمل بكتيريا اقوى من المضاد الحيوي، هيوقعك. ده كان سبب، يعني الكتاكيت دي كانت سبب في خراب بيوت ناس كتير قوي، ناس كتير انا منهم. كان بيصعب عليا اذبحهم، فكان بيتعدي ويعدي لي الباقي، يخش يلاقي العنبر كله طش مره واحده، والمضاد الحيوي مبقاش يعمل مفعول، تحس ان هو عمل مقاومه ضد المضاد الحيوي، والمضاد الحيوي نفسه ما جابش نتيجه، وهو تعب تاني كده كده يعني، هو على طول في درجات الحراره في نزول، فتعب تاني، فاصبح كده البرد عنده شديد، ما يجيبش معاه ولا مضاد حيوي ولا مناعه ولا زفت. فده حلال فيه الذبح، وحرام عليك انك تخليه، لان ده هيدمر لك باقي القطيع. دول حاجتين اعدامات خلصنا منهم. هل على مشمش لازم يكون عندك سكينة اعدامات في المكان. السكينة دي بتكون للاعدامات بس، اي حالة اعدام عندنا يكون لها السكينة دي، اسمها سكينة الاعدامات. جاسوس تاني اهو، 3 كده يا جماعة. 3 دول انا عارفهم من اول يوم جو فيه، او من تاني يوم للامانة، او تالت يوم هما انا كنت عارفهم وساكت عليهم عشان والله الحلقة دي، انا عشان عايز اصور الحلقة دي واستنيت اليوم المناسب وكمان والله بصور انا تعبان. فده جاسوس كده، احنا نكون ذبحنا 3 اللي في القطيع. البداية بتاعتها يكون خالي ان شاء الله من اي جاسوس ممكن ينقل مرض، ممكن يتعب وينشر المرض.
ده من ضمن الامان الحيوي، ده من ضمن الحفاظ على قطيعك، ده من ضمن الحفاظ على سلامة قطيعك. ده بقى بتمشي يا باشا، بتعمل كده، انت بتمشي في الادوار كده، عينك في قلب البطارية كده. في مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كان حد سأله يعني ازاي هو بيدير البلد، كان امير المؤمنين طبعا. فقال لهم ان هو بيطبق اللي هو كان بيعمله مع الجمال. يعني هو كان عنده نوق الجمال، كان في مقولة بيقولها، يقول لك ايه، اسوسها فرضا ارعاها جمعا واسوسها فرضا. كان بياخد باله من القطيع. ايه ده يا عم، ايه ده اهو. كان بياخد باله من القطيع كله، لكن بيمشي يراقب القطيع واحد واحد. كذلك الامر وضعها على الكتاكيت عندي، ارعاهم جمعا، يعني انزل المضاد الحيوي، اظبط الحراره، اظبط التهويه، اعمل كل حاجه للكل، لكن اسوسها فرضا. امشي كده عيني على الكتاكيت، كتكوت كتكوت كده، انا بمشي كده، اميل ادوره تاني لو في كده، يعني انا بقى كده كده بمشي كده وبالراحه واتامل فيهم. كتكوت بينهج ليه، كتكوت نايم ازاي، نايم وهو واقف ليه، ايه الحيويه، رجل الكتكوت، بطن الكتكوت، بسمع في عطسه ولا لا، في خنفره ولا لا، في كتكوت صغير ولا لا. دي اسمها الرعايه السليمه. فلازم ترعاهم جمعا، حرارتهم واحده، ميتهم واحده، رطوبتهم واحده، تهويتهم واحده، الميه، الدواء، كل حاجه واحد. العكس، القطيع المخالف ده متمرد، اذبحه، ده يعتبر تمرد، ده مش ماشي مع قطيع في الوزن، فمحتاج عكس اللي هم محتاجينه. دول بياكلوها حلال، التاني عايز ياكلها حرام. فده حلال في الذبح. ليه؟ لانه قضيته شروع في قتل، عايز تعيده ويعدي دول، ده اذبحه. فدي الرعايه، بتمشي وشك بطاريه كده، بتراقبهم كتكوت كتكوت. واشوفكم الحلقه الجايه، اخوكم ابو انس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.